السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش بلحمه. كان الطلب مني من فتره بس انا ما كنتش لسه عملته. هنعمله بقى ان شاء الله النهارده اللي طلبته مني العيش بلحمه الاسكندراني، اللي هو هنعمل العجينه وهنجهز اللحمه وهنحشيه ونسويه. كل حاجه هنشوف مع بعض. دلوقتي اول حاجه هنعجن العجينه علشان نسيبها تخمر وبعدين نبدا نجهز في اللحمه. العجينه هي تقريبا يعني تشبه تقريبا هي يعني نفس العجينه بتاعه البيتزا والميني بيتزا اللي عملناها قبل كده. انا بحب العجينه دي جدا وبعمل بيها معظم المعجنات، فيعني تقريبا هتبقى هي. انا هحط هنا للمرحله الاولى كوبايه ونص ميه زي ما قلت، وهضيف عليها معلقه كبيره خميره فوريه، وهضيف عليها معلقه كبيره سكر، وهضيف عليها حوالي معلقتين او 3 كبار دقيق. حط يعني معلقتين ونص كده دقيق، وقلبتهم كده كلهم مع بعض. ودي كده المرحلة الاولى. هغطيها دلوقتي وهحطها في مكان دافي يعني لمدة 10 دقايق او 7 دقايق لحد ما تخمر، وبعد كده نرجع عشان نكمل العجينة. دلوقتي بقى بعد تقريبا حوالي 10 دقايق الخميرة اهي اشتغلت وحجمها زاد. دلوقتي بقى هضيف عليها باقي المكونات واكمل العجينة. هضيف معلقة كبيرة خلي العجينة هشة قوي ولونها حلو، لونها فاتح وحلو. وهضيف نص كوباية زيت، وهضيف معلقة كبيرة لبن بودرة او معلقتين، وحاجة بسيطة ملح يعني ربع معلقة كده او اقل. هقلب كده دول دلوقتي كلهم على بعض. واخر حاجة خالص هعجن بالدقيق. هي تقريبا المقادير دي يعني هتاخد حوالي في حدود نص كيلو دقيق، بس انا بصراحة مش بعاير الدقيق، يعني انا بضيف منه شوية بشوية واعجن لحد ما العجينة تلم معايا وتديني عجينة طرية. هضيف دقيق تاني. بصوا كده انا فضلت ادي العجينة دقيق واعجن فيها لحد ما لمت معايا والعجينة اهي طرية. ما تزوديش دقيق قوي علشان ما تنشفش. وبعد ما لمت فضلت اعجن فيها حوالي 10 دقايق او يعني 7 دقايق كده. كل ما تعجني فيها كتير كل ما هتديكي نتيجة احسن. هسيبها بقى دلوقتي هنا وهغطيها واسيبها حوالي ساعة او اكتر على حسب الجو عندك اذا كان سخن او لا لحد ما تخمر. دلوقتي بقى انا سايبه العجينه تخمر وهجهز اللحمه. ده حوالي نص كيلو لحمه، ومعايا هنا دي ربطه بقدونس غسلاها طبعا ومقطعاها صغير. وده فلفل احمر، لو عندك فلفل اخضر ينفع بس انا ما كانش عندي اخضر فحطيت فلفل احمر. ودي تقريبا حوالي بصلايه كبيره مبشوره او مفرومه ناعم.
هو كمية البصل يعني هي المفروض تبقى اكتر من كده، بس انا يعني اللي متابعني عارف ان انا ماليش قوي في البصل، فمش بكتر البصل قوي في الاكل. فانا حطيت بصلايه واحده بس، ممكن تحطي على النص كيلو تحطي بصلتين. هحط بقى دلوقتي اهو البقدونس على اللحمه. في ناس كمان بتحط طماطم، بس انا بصراحه ما بحبش احط طماطم، بحس ان هي بتنزل ميه فبتطري العيش. احط البصل والفلفل، وهحط فلفل اسمر، ممكن تحطي بهارات لحمه، تحطي شطه. واخر حاجه هضيفها بقى على اللحمه الملح، حسب طبعا بقى كميه اللحمه اللي انتي عاملاها، ممكن تعملي ربع كيلو، تعملي نص كيلو. بس طبعا لو هتعملي ربع كيلو هتبقى حوالي نص كيلو دقيق تقريبا اللي احنا عملنا نص كيلو او اكتر، هيبقى كتير شويه على اللحمه. فهتقللي شويه، ممكن بقى من الاول خالص هتحطي بدل كوبايه ونص ميه هتحطي كوبايه ميه. وهخلط بقى كل ده كده مع بعض. حابه تزودي بقى انتي اي توابل، كل واحد بقى حسب ذوقه، بس يعني دي الخلطه الاساسيه، يعني ملح وفلفل وبقدونس وبصل وفلفل اخضر او فلفل الوان لو ما عندكيش. دخلهم كده كلهم في بعض كويس عشان كمان الملح والفلفل يتقلب. اهي خلاص كده انا جهزت الخلطه بتاعه اللحمه. هسيبها بقى دلوقتي شويه برضو يعني تشرب من طعم بعضها، على برضو ما العجينه تخمر، وبعد كده نرجع علشان نفرد العجينه ونحشيها. كده خلاص العجينه اهي خمرت. بصوا ما شاء الله حجمها بقى قد ايه، كانت شويه صغيرين الاول في البوله، وكنت سايبه اللحمه شويه زي ما قلت لكم، اتبلت كده وشربت من بعض كويس. هنزل هنا العجينه كده علشان اقسمها على حسب عدد الرغيفه اللي انا عاملاها، يعني اشوف انا عايزه كام رغيف وعلى حسب كميه اللحمه اللي عندي وهقسمها. اهي عملتها كده اسطوانه طويله، وهقسمها اذا كنتي عايزه الرغيف كبير اللي هو المدور، او عاوزه الرغيف اللي هو بيبقى نص. انا هعمل الرغيف صغير اللي هو بيبقى نص، فممكن هقسمها مثلا على 8. تمام. وهجيب اللحمه برضو نفس الطريقه، هقسمها على عدد الرغيفه اللي انا عملتها. دهنت هنا كده الرخامه دقيق علشان العجينه ما تلزقش، وهاخد كده قطعه قطعه من العجينه اللي انا قسمتها، هلفها الاول كوره عشان لما افردها تبقى مدوره. فردتها كده، وبعد كده هجيب اللحمه، هفرد اللحمه كده جواها. اللحمه ما تكتريهاش قوي علشان تستوي كويس، وبرده ما تبقاش قليله قوي عشان هتعملي حساب ان اللحمه طبعا بتكش شويه، لان اللحمه فيها نسبه دهون، فعشان في الاخر ما تلاقيش اللحمه كلها كشت وبقت حته صغيره خالص وبقى الرغيف فاضي. وبعدين وانتي بتحطي اللحمه طبعا تسيبي كده الطرف فاضي عشان
هنقفل عليه. بناخد بقى القطعه دي من العجينه، الجزء التاني نحطها كده، وتقفليها كويس من الجناب عشان اللحمه لما تنزل الدهون بتاعتها في الفرن ما تخرجش بره في الصينيه وتتحرق. اتاكدي ان هو مقفول كويس كده اهو. خلصنا رغيف. معايا انا هنا صينيه اهي بتاعه الفرن، انا دهنها زيت. ممكن تحطي فيها دقيق بدل الزيت، بس انا بحب ادهن الصينيه بتاعه المخبوزات زيت. بحس ان هو بيخلي يعني المخبوزات من تحت بتبقى مقرمشه كده شويه وبتاخد لون ذهبي حلو. هحطه بقى هنا في الصينيه، وممكن بقى نعمل واحد دلوقتي كمان. رشه دقيق، وباخد قطعه من العجينه بلفها كده كوره، احط اللحمه، وبقفله كده على 2. اتاكدي انه مقفول كويس. طبعا انا مسخنه الفرن على محشيهم عشان ادخله على طول. بيدخل على درجه حراره يعني من متوسطه لعاليه اكتر، بلاش درجه حراره هاديه، يعني مثلا 200 220. هنقله في الصينيه. هعملهم بقى كلهم كده بنفس الطريقه، وبعد كده ارجع عشان اكملهم معاكم. بصوا بقى، انا هنا ايه اتبقى مني حته عجينه اهي، الحته دي والحته دي بس، والباقي كله انا حشيته باللحمه. عمل تقريبا هو انا النص اللي انا عاملاه طلع كبير شويه، فهو عمل 6 رغيفه بس، ما عملش 8. واتبقى مني اللي هو قطعتين العجينه دول، فطبعا مش هنرميهم. خدت اهي قطعه كده فردتها مستطيل طويل. طبعا اهم حاجه نضفت بقى الرخامه وايدي والصينيه وكل حاجه مطرح اللحمه، علشان ما تبقاش ما تلقطش لحمه. هعملهم زي باتيه كده بالعجوه، لقيت عندي عجوه في التلاجة فردتها كده مستطيل، وهحط كده العجوه في النص. طبعا ممكن تحطي اي حاجه تانية. هقفل عليها كده، وعندي هنا سمنه او زبده. هدهن العجينه كده علشان تورق معايا بين الطبقات. وهلفها كمان اهو. اهي كده، احطها في صينيه برضو مدهونه زيت. هعمل التانية بنفس الطريقه. هفردها مستطيل. وهحط هنا العجوه، هقفل عليها. ممكن اقسمها 2، يعني ممكن ما اخليهاش كبيره. انا طبعا هي بقى لسه هتخمر تاني وهتعلى تاني، فممكن لو مش عايزاها كبيره ممكن تقسميها 2 كده، وتعملي القطعه الواحده 2 صغيرين.
هسيبها طبعا قبل ما تدخل الفرن تريح كده حوالي 10 دقايق عشان ترجع تخمر تاني. ودايما تخلي الحته اللي هي المقفوله دي تحت عشان ما تفتحش في الفرن. دي اهي العيش بلحمه السندوتشات كلها اللي عملتها. معايا هنا لبن، ممكن اضيف عليه رشه نسكافيه صغيره عشان يديني لون حلو. وبدهن كده الوش وبرش عليه رشه سمسم او ممكن حبه البركه. ممكن تعملي كده وكده، واحد كده واحد كده، اللي موجود عندك. هدهنهم كده كلهم باللبن. طبعا في ناس بتحط صفار بيضة على الوش، بس انا بصراحة بحس ان يعني مهما كان البيض ضفنا عليه فلفل اسمر او اي حاجة، برضو لما بنضيفه على وش حاجة برضو بيبقى ريحة البيض باينة قوي، فما بحبش اضيف بيض. بدهن الوش لبن او نسكافيه او زبادي، بيديني لون حلو وبيبقى افضل من البيض. وبقيه العجينه اللي انا حشيتها بالعجوه نفس الطريقه برضو، بس دول عشان انا عملتهم في الاخر فانا مش هدخلهم الفرن دلوقتي، انا هسيبهم يخمروا تاني حجمهم تقريبا يبقى الضعف وبعدين ادخلهم الفرن. يعني انا هسيبهم كده فوق الفرن علشان الفرن سخن طول ما العيش باللحمه بيستوي، واول ما اخرجه هيكونوا هم خمروا ان شاء الله هدخلهم الفرن. بصوا انا كده خلاص اهو سويت العيش باللحمه وطلعته وحطيت بقى الباتيه. كان هو خمر على السخونيه بتاعه الفرن، كنت احطها فوق الفرن على ما اخلص. استنيت لما احمر من تحت اهو. بصوا لونه من تحت حلو ازاي. استنيت لما اخد لون مظبوط من تحت وبعد كده فتحت عليه الشوايه لحد ما الوش كمان احمر. نفتح بقى كده ونشوف شكله من جوه. طبعا هو لسه سخن جدا. مش عارفه امسكه، سخن جدا لسه طالع من الفرن، بس ريحته عايزه اقول لكم فظيعه فظيعه. وبصوا بصوا قلبه فاضي ازاي، والعجينه حلوه جدا وطريه وفي نفس الوقت يعني في سنه قرمشه بسيطه. والباتيه كمان اهو سويته. انا على ما سويت الباتيه ما كانش فاضل من العيش بلحمه غير دول بصراحه، بس يعني بامانه بامانه عايزه اقول لكم بجد فظيع، حلو جدا جدا جدا، احلى 1000 مره من اللي احنا كمان بنعمله في الفرن او ان احنا نجيب العجينه في الفرن. العجينه تحفه وهشه جدا. ده الباتيه اهو، هقسمه كده برده نشوف شكله من جوه، وهو برده لسه طالع من الفرن وسخن قوي اهو. بصوا بصوا العجينه مورقه وهشه وطريه جدا. وكده الفيديو بتاعي النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.